فالجمهور يرون أن زكاة الفطر لا تخرج إلا طعاما، وهذا مذهب المالكية والشافعية والحنابلة. وقالوا ورسول الله صلى الله عليه وسلم لم يذكر في الأحاديث إلا الطعام، كما في حديث ابن عمر هذا: صاعا من تمر أو صاع من شعير. وفي زيادة عند أبي داود والنسائي: أو صاعا من سلت. وفي زيادة عند ابن خزيمة: الزبيب. وفي حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عند مسلم قال: كنا نخرج زكاة الفطر من 3 أصناف: الأقط والتمر والشعير. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنهما عند ابن خزيمة قال رضي الله عنهما: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من طعام. قالوا: فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرد عنه إلا الطعام، ولم يعرف أنه صلى الله عليه وسلم أخرجها نقدا، ولا لم يعرف أن أحد من أصحابه صلى الله عليه وسلم أخرجها نقدا، فلذلك قالوا إنها تخرج طعاما. الحنفية رحمهم الله أجازوا إخراج زكاة الفطر نقدا، وهذا قول طائفة من السلف، هو مذهب الحسن البصري ومذهب عمر بن عبد العزيز ومذهب سفيان الثوري، وهو قول بعض المالكية كابن حبيب وأصبغ وغيرهما، واختاره طائفة من المعاصرين. قالوا إنها يجوز أن إخراجها نقدا، استدلوا بأمور عماد استدلالهم. طبعا كثير من المستدلوا حديث ضعيف، بحديث يقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فيه: أغنوهم عن الطعام عن المسألة في هذا اليوم. هذا حديث ضعيف. قال هم يقول أغنوهم يعني بكل ما يحصل به الإغناء يكون المسلم ممتثلا. هذا حديث ضعيف، ولذلك لا نشتغل به. ولذلك فمذهب الجمهور أحوط، وأن المرء يخرجها من غالب قوت بلده، كما قال خليل رحمه الله: من أغلب القوت. لكن القول بإخراجها نقدا لا يخلو من وجهه، ولا سيما إذا ترتب عليه مصلحة راجحة. إذا كان يترتب على إخراج المال مصلحة راجحة متحققة ليست تتحقق بإخراجها طعاما، فحينئذ اختار هذا المخرج أن يخرجها نقدا، فأرجو أن لا يكون بذلك بأس إن شاء الله. محمد سالم العدود رحمة الله عليه، وهو أحد أئمة المالكية المتأخرين، وهو معروف جدا بين الخاص والعام، سئل مرة عن هذه القضية، وأنك أنت إذا أعطيت، يعني ما يقوله الناس وهو معروف، أنك إن أعطيته نقدا فإنه يعني يصنع به ما يشاء ويشتري به ما هو أحوج إليه مما قد لا تعلمه أنت أيها المعطي، وذاك أخير له. فكان جواب الشيخ رحمه الله أن ينبغي أن يكون سؤالك عما هو الأحوط لك والأخيار لك، لا ما هو الأخيار لمن تعطي. الأخيار لك والأحوط لك أن تذهب إلى ما قال مالك وقال الجمهور، هو تخرج طعام، لأن يؤثر عن مالك أنه قال: أخشى أن من أخرجها نقدا لا تجزئه. فأنت إذا اخترت النقد أنت بين خلاف، طائفة من طوائف جماهير الأمة يقول لك لا تجزئك هذا الذي أخرجت. لكن إن أخرجتها طعاما، حتى الذي يقول يجوز إخراجها نقدا يقول: لا، أجزاك الذي أخرجت، هم لا يلزمونك بإخراجها نقدا. مفهوم؟